حاجه صغيره قوي بتخليني الاحظ الشخص اللي قدامي ده بيتكلم انجلش نطقه حلو ولا لا. الخدعه دي في صوت الدي. يعني بص كده معايا الكلمه اللي قدامي دي، الكلمه دي ما بنقولش عليها فريندز، اسمها ايه؟ اسمها فريندز، صح؟ فريندز. طب جميل، ليه اصلا قلتها فريندز؟ راحت فين الدي ساوند؟ هو بقى الخدعه هنا ان صوت الدي لما بيجي between two consonants، لما بيجي between two consonants بين حرفين ساكنين، ايه اللي بيحصل؟ بنشيله، او زي ما تقول كده بننطقه بشكل خفيف قوي كانه اصلا مش موجود. فالكلمه دي احنا قلنا عليها friends او friends، فما بنقولش عليها بقى فريندز دي مش موجوده في اي لهجه بقى، عشان هيجي حد يقول لي ده انت بتتكلمي امريكان ولا بريتش ولا استراليا، في كله يا فندم، اللي انا بقول لك عليه ده بيطبق في كله. طب تعالى ناخد كلمه كمان، الكلمه دي اسمها words، ما تقولش word's، مش word's، لا words دي خفيفه. تعالى ناخد شويه امثله تانية، زي مثلا كلمه trends، فالترندات اللي بتطلع الجمع بتاعها مش ترندات بقى، بنقول عليها بالانجلش trends. تعالى نبص على الكلمه دي كمان، الكلمه دي اسمها mindset، ما قلتش mind set، مش مايند سيت، لا mindset، مفيش دي اصلا. بنقول عليها هنا برضو بنقول عليه handsome، الولد ده امور، الولد ده عسول، ما بنقولش عليه بقى handsome، لا مفيش دي. handsome he's so handsome. ونفس الكلام بيتطبق في الكلمه دي، ما بقولش عليها هاند باج، مش هاند باج، هي كلمه واحده، هامباج. وخدت بالك في النص كده في صوت الام ظهر، وده ليه قصه تانية وليه خدعه تانية، بس خلينا ما نتطرقش ليها دلوقتي. فالكلمه دي بتقال عليها هامباج بصوت الام في النص كده، وان شاء الله اعمل لكم فيديو تاني ليها. وعشان كده هتلاقي كتير ناس وهي بتتكلم يقول لك عليه ساندويتش، هي مش ساندويتش، فين الدي بتاعنا؟ لا مفيش دي، ساندويتش بسبب السر اللي انا بقول لك عليه ده، ساندويتش. وتعالى ناخد كلمه تانية زي كلمه جرامبا، مش جراند با، مفيش اللي هي الدي اللي في النص، جرامبا. ولو احنا هنطبقها ما بين كلمتين هيطبق برضو، لو انت جالك صوت الدي ما بين كلمتين between two consonants هنطبقها زي الكلمه دي اسمها homey، مش hold me تاني، homey. كلمة find my car، لو انا عايزة اندهم الثلاثة مع بعض هتتقال ازاي؟ اسمها find my car، مش find my car. عرفت التركية دي؟ ده كان بالنسبة لصوت الدي. ولو انت لسه عندك مشاكل في النطق والصوتيات بتاعتك وحابب ان انت تقوي مستواك في الانجليش بشكل عام، فانا بقى مش هوصيك، احنا بنقدم هنا كورس اسمه سيمي برايفت، ده بيكون معاك من 2 ل 3 اشخاص بس داخل المحاضرة. ليه بنخلي العدد قليل وبسيط كده؟ عشان انت تقدر تمارس وتقدر تتكلم، تقدر ان المحاضر يركز عليك، يطلع لك الميستيكس بتاعتك، يقدر يخليك تتكلم لوقت كافي داخل المحاضرة. لو انت مهتم هتعمل ايه بالظبط كده؟ هتسيب كومنت او هتبعت مسج عشان تعرف كل الديتيلز.